سلفتي ماتت هي وسلفي وسابوا لي ابنهم الرضيع اربيه، وامي بتقول لي هتربي الافعى في بيتك. احنا في ايام مفترجه في اخر ايام شهر ذي الحجه، اللي خلاص فاضل يوم ويهل علينا عيد الاضحى المبارك. المهم بقى ايه، قبل العيد كده بثلاث اربع ايام سلفتي وسلفي كانت لسه والده من شهرين، عملوا حادثه وماتوا، بس كانوا سايبين ابنهم معايا. فعدت ايام العزا طبعا في حرقه قلب حماتي وفي نار موجوده في البيت. المهم بقى ايه، جوزي كان سايب الطفل معانا، هو بيرضع لبن صناعي، وده كان الحاجه اللي مساعداه ان هو مش بيعيط ولا احنا عارفين يعني مش شايلين له هم. فالمهم عدت ايام العزا واهلي جم عزوا، واهل سلفتي اللي ماتت جم عزوا برضو. جت جده الطفل تاخده وهو تاخده وهي ماشيه، جوزي مرضاش ولقيته بيقول لي انا عايزه اربي الطفل ده، مع العلم انا عندي 3 بنات ما عنديش صبيان خالص. فقلت له طيب ماشي انا موافقاك، حتى دوت يبقى اخو البنات اللي ربنا ما رزقناش بيه. وعدى الامر، بس لما جيت اتكلم مع امي في التليفون واقول لها ده احنا هنعمل واحد اتنين تلاته، قعدت تقول لي انت هتربي الافعى في بيتك؟ حرام عليكي بناتك، هتربيهم في وسطهم ازاي؟ هو ولد وهم بنات. قلت لها يا ماما انت بتتكلمي في ايه، ده طفل عنده كام شهر، انا اللي هربيه في وسطهم وهيطلع اخ ليهم مش هيطلع ابن عمهم، حتى يحافظ عليهم وعلى اي ولا اي على اي حق ليهم. قالت لي ده هو اللي هياكل حقهم يا خايبه، ده هو الولد الوحيد اللي هيورث ابوه وهيورث عمه، وانتي وبناتك هتطلعوا من المولد بلا حمص. قلت لها لا ابدا يا ماما، ده زي الزرعه اللي بتزرعيها، لو اهتمتي بيها هتطلع زرعه صالحه، لو سبتيها واهملتيها هتطلع فاسده. فهو هيبقى فساده او صلاحه من تربيتي انا، وانا نيتي لله ان انا اربيه كده زيه زي بناتي ويبقى اخ ليهم، عمري ما هربيه ان هو غريب عنهم. تربيتي هي اللي هتاثر فيه وهي اللي هتخليه يا اما فاسد يا اما صالح. المهم قعدت تقول لي انت حره، انت كده اللي هتخسري بكره تقولي كلامك صح ياما. قلت لها مع الاسف يا ماما انا عمري ما عارضتك في حاجه ودايما بقولك امين، بس انا المره دي هسمع كلام جوزي. تفتكروا كده اللي انا بقوله صح ولا امي هي اللي صح؟